ده كبير قوي. مش هينفع كده. هو انتي اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ المستاجر الجديد اللي أجر شقتي رحت أخد الإيجار، واللي حصل ما يتوصفش. قال لي أنا بعشق البطيخة الكبيرة، ولما شاف البطيخة الكبيرة بجد اتهوس عليها في البلكونة، وحصل اللي عمري ما توقعته. المشكلة الكبيرة إن جارتي كانت قصادي شافت كل حاجة، ولما شافت راحت بسرعة جاية عندي في شقتي. بقينا 2 مع المستأجر، واللي حصل بعد كده ما أقولكوش. حصلت حاجات كتير جدا، خرطوم نار ودمار. بصراحة أنا كنت لابسة العباية السوداء على الجسم والرمان الملبن الكبير، ما بقولكوش حاجة، فاخر من الآخر، والتفاح مشدود. وحطيت البرفن وطلعت علشان آخد الإيجار، بس ما كنتش متوقعة أبدا إني أشوف حاجة عمري في حياتي أبدا ما شفتها في أي مكان تاني. في اليوم ده شبعت زبادي بصراحة، عشان أكون صريحة وواضحة معاكم. مش ممكن، مش معقول، أحجام كبيرة جدا، أكبر خرطوم شفته في حياتي. بصراحة لما شفته اتجننت، اتهوست، ما كنتش قادرة أتمالك أعصابي. جارتي بتقولي إيه؟ هو أنت لوحدك هتنعمي بكل الخير ده؟ وبعدين جت معايا. وبصراحة يا جماعة ما أقولكوش، اللي مش هيسمع قصة النهاردة هيفوتوا كتير. أنا اسمي وفاء، عندي 45 سنة، إنما عليها حتة جسم مالوش حل. كيرفي، البطيخ كبير والرمان مشدود، وبصراحة فاخر من الآخر. حتى لما كنت تنزل الشارع كمية معاكسات كتير جدا، اللي يقول يا عسل يا جميل يا قشطة يا وزة. بصراحة دايما كانوا بيقولوا عليا فرسة وعايزة خيالة. المستاجر الجديد بصراحة أختي كانت الأول موجودة، هي اللي أجرت له الشقة، لأني أنا كنت مسافرة. ولما رجعت طلعت اللي عندي الشقة بتاعتي كان اللي كان فيها المستأجرة علشان أخد الإيجار بتاعي. أول ما خبطت الباب بعدين فتح لي، كان طول بعرضه، عليه شنب عليه دقن. بصراحة اتجننت، قطعة وسط. قلت ما شاء الله، جوه نفسي قلت ما شاء الله، كل ده طول. بصراحة لما دخلت جوه الشقة قال لي اتفضلي. قلت له عايزة الإيجار. في الأول قال لي انت مين؟ قلت له أنا صاحبة نمارة. قال لي لا والله ما شفتكيش قبل كده، لأن أختك هي اللي جت. قلت له انت اسمك ايه؟ قال لي أنا اسمي محمود. قلت له منين؟ قال لي من الأرياف. قلت له بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويسعدك. قال لي انت مين؟ قلت له ما أنا قايله لك صاحبة نمارة. قال لي عايزة ايه؟ قلت له عايزة الإيجار. قال لي مش كفاية اللي أنا فيه، أختك أخدت الإيجار مقدم ل3 شهور، ومش بس كده، دخلت مني سمسرة كمان. أقصد يعني الشخص اللي جايب لي الشقة بتاعتكو خد مني سمسرة. ده أنا دفعت كتير، وأنا لسه يدوب والله، أنا لسه بدور على شغل. تقول لي يا حبة عيني ما أقول للدرجة دي؟ قال لي وأكتر، ظروفي المادية وحشة شوية. قال لي معلش ارجعي لأختك، لأني دفعت مقدم 3 شهور. طبعا أختي اللي قالت لي إن هو دفع لها ولا أي حاجة، حبت عيني وتعمل لي مشكلة مع الراجل. وفعلا يا جماعة هو دفع، لأن هو كان معاه إيصال إن هو دفع فعلا لأختي. بس طبعا ما حبتش أعمل شوشرة ولا كلام فاضي. قلت خلاص تمام ماشي عادي ولا يهمك، حصل خير، وأنا مش عايزة منك فلوس طالما أنت اديت الفلوس لأختي. بعد كده يا جماعة كنت ماشية، ولكن فجأة قال لي استني. قلت له في إيه؟ قال لي استني هعمل لك كوباية الشاي. قلت له ماشي اعمل. وفعلا يا جماعة دخل المطبخ وعمل لي كوباية شاي، وبعد ما عمل كوباية الشاي قام قال لي اتفضلي. شربتها. بصراحة حسيت ان هو انسان طيب وقلبه ابيض وانسان كويس، يعني راجل بمعنى الكلمة، ما شفتش منه اي حاجة وحشة. وفجأة يا جماعة انا عارف على فكرة في مشكلة هنا في البلكونة. قلت له قال لي بما انك انتي صاحبة نمارة فالمفروض ترممي فيه، يعني شوية طوب في البلكونة عايزين يترمموا، الحيطة نفسها مشروخة فعايزة ترميم. طب تعالى وريهاني بعد إذنك. وفعلا رحنا في البلكونة ووراني. قلت له فعلا تصدق صح، هحاول إن أنا أشوف لك حد مختص يجي يعمل لك المشكلة دي، يعني يصلح لك المشكلة دي. قال لي البركة فيكي وكتر ألف خيرك. وفجأة يا جماعة ألاقي المسائل على الآخر. عمري ما كنت أتوقع أبدا إن ده ممكن يحصل. بصراحة يعني الواد نفسه عجبني. بصوا انتوا طبعا فاهمين. فبصراحة أنا وبتكلم معاه في البلكونة، وفجأة ألاقي جارتي اللي قصادي عاملة إيه يا حبيبتي أخبارك؟ طبعا لأني كنت مسافرة، فجارتي دي أعرفها بقالي فترة كبيرة على فكرة، هي مستأجرة عندي وبتحبني وتعزني قوي. شاورت لي من الناحية التانية، وهو كان موجود المستأجر الجديد. اديله لحظة جايالك علشان أسلم عليا. وفعلا لفت وجات لي نفس الشقة اللي أنا كنت موجودة فيها، اللي فيها الجار الجديد. راحت سلمت عليه
عليها وكده، قالت لي على فكرة. قلت لها نعم. أخدتني على جنب كده وبصوت قالت لي على فكرة المستأجر الجديد اللي جاي ده بصراحة زي العسل، راجل بمعنى الكلمة، ما شفتش منه أي حاجة وحشة، والمسائل على الآخر. قال ما هو واضح. وفعلا يا جماعة صاحبتي جت. قلت لها هو انت جيتي تسلمي عليا ولا جيتي عشان خاطر المستأجر الجديد؟ قالت لي الاتنين. يا مفترية. المهم بعد ما جت صاحبتي برضو عمل لها كوباية شاي وادانا مصارحة وفرصة على أساس إن احنا نتكلم مع بعض، وفعلا دخل جوه المطبخ وعمل لي كوباية شاي وتخرجها. فضلنا نتكلم أنا وصاحبتي يمين شمال شمال يمين. صاحبتي بتقولي أنا والله نفسي أتجوزه، خصوصا إن صاحبتي أرملة، يعني كانت متجوزة وجوزها توفى، فقالت لي نفسي أتجوز وأحس زيه. بصراحة ما شفتش منه أي حاجة وحشة، فيبقى ليه ما تكلميهوش يا حبيبتي؟ قالت لي والله مخروجة ومكسوفة. قلت له مكسوفة من إيه؟ ده عادي يعني، حلال، أنت هتتجوزي على سنة الله ورسوله، صح؟ بعد كده يا جماعة فعلا راحت كلمته، خصوصا أنا كنت موجودة، وبعدين رجعت لي تاني مش قادرة يا حبيبتي أقول اللي وصل له. قولي له أنت كفلتيني أنا بالموضوع ده، يا مع إني أنا أقول له إن هي بتحبه. وبصراحة لما رحت علشان أصالحه معاهم شفت اللي أول مرة أتوقعه أبدا أبدا في المطبخ، وبصراحة وقتها ما كنتش قادرة أتمالك أعصابي، واللي حصل ما يتوصفش، خصوصا بعد ما قال إنه الست صاحبتي بتحبه. لو عايزين تعرفوا اللي حصل هتنتظروا مني للجزء الثاني من القصة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم وبعزكم، ربنا يخليكم ليا يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. يلا باي بقى.